مرحبا أحبابي الغالين، واليوم إيش راح نطبخ؟ راح نطبخ محشي الملفوف وعلى الطريقة الفلسطينية. طبعا كل بلد تطبخها، يعني كل بلد عربي يطبخ بطريقته. في بدس بالرمان بدبس الرمان، وفي مثلا يطبخوا محاشي شلون الدولمة، حشوة الدولمة. وفي يطبخوا يعني بفلسطين، بالأردن، بلبنان يطبخوا فقط بالثوم واللحم، وأكيد شوي ليا وقليل بندورة، ولو يقلوا لو ما يخلوا، وفلفل أسود وشوية كمون شوية دارسين، وأهم شي الثوم. طبعا أنا أحب الثوم أحمسه وأخليه على الرز. والتوابل فلفل أسود، شوية دارسين، قرفة، وشوية كمون مو كثير، وكله يتخلط. إذا تحبون شوية قرنفل. طبعا بعد ما سلقنا الملفوف حشينا وخلينا شوية دبس الرمان، وهاي غطيته على النار قاعد يستوي. يا عيني على ريحة الملفوف وبهالجو البارد والثلجات. بعد ما استوى، يعني مو استوى فد مرة، طشيت عليها الزيتات، ولو هو مشبع باللية والزيت بداخل الحشوة. شوفوا الجمال، يعني الملفوف الطبخة الشتوية المميزة عند العوائل. وبعد ما أم محمود أكلت الملفوف، مسلسل هناء وجميل، تتذكروا الوطن العربي كله ياكل ملفوف ونتذكره. طبعا كل ما أطبخ الملفوف أتذكر أم محمود. شوفوا الثوم ما شاء الله. طبعا خليت ثوم صحاح، يعني حبات ثوم ما شاء الله، هذا الثوم كبار بلدي أحمر. شوف استوت، ويا عيني على الريحة والطعم. كل بلد يحب طعم، ناس بدبس الرمان مثل ما قلت لكم، ناس حشوة بالبصل والطماطم. شوفوا الثوم، شوف الجمال شون عبق معجوني. وهاي بدنا نختار الحبات الملفوف شون ناكل يعني صدق طيب. هاي حورية بنتي تحب هاي العنوق تحت الطنجرة. حورية قاعدة تسمعني جنبي وتضحك وتضحكني. ما تشوفوني كل ساعة أسوي سحقات هذا الليمون، النارنج، كيفكم يعني من الآخر هذا رارنج. يا عيني على الملفوف، والله مكانكم خالي حبايبي. وأحب هيك أغتهن وأنا هنهن بالليمون وآكل حوري كافي الضحكي، خل أعرف أسجل وهذا صحني وعلى هالثلج هذا والجو البارد سمعوها طبعا رجعت لكم حبايب بعد ما متنا من الضحك أنا وبنتي رجعت أسجل من جديد. الحمد لله، اللهم اجعلها ضحكة خير علينا وعليكم على الجميع يا ربي. هذا صحني الحمد لله والشكر، أكلنا بالهنا والعافية. ويعني بعد هالطبخات هاي الشتوية لازم إحنا نقدمها لعوائلنا بكل حب ونفس طيبة، ونحيي تراثنا القديم وأكلاتنا القديمة، أكلات أمهاتنا وستاتنا. أحلى شي بالدنيا. الحمد لله والشكر، ألف الحمد لله على هالنعمة الطيبة الفضيلة. أرجو أن عجبتكم. باي باي.